السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. البنات، هاد الكيكه اللي غنحضر معكم اليوم اللي هي كيكه طوندونس هاد الاسبوع كتجي اكثر من رائعه. غنخدمها معكم بابسط طريقه باش توصلكم وتصيبوها البنات وتوجدوها كيف ما انا وجدتها البنات وجربتها ولقيتها بلي البنات تستحق ان التجربه. كنتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، ما تبخلوش عليا بلي لايك البنات. ضروري تجربوها وتردوا عليا كيف كتجي هاد الكيكه. حقا البنات عن تجربه كتجي اكثر من رائعه البنات. غير جربوها وجاوبوني ان شاء الله. انا غنخدمها معاكم من الاول حتى الاخر، ما غنبخل عليكم حتى شي معلومه البنات. غير تبعوا الفيديو من الاول ديالو حتى الاخر ديالو. وشكرا على التتبع ديالكم للفيديو البنات، وبسم الله على بركه الله. اول حاجه البنات غنبداو نصايبوا في الكيكه ديالنا. هنايا البنات نسيت ما صورتش معكم قبل، درت 4 ديال البيضات وكاس ديال السكر وواحد فانيل البنات ديال السكر. غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجم لينا السكر مع البيض وما يبقاش البنات السكر نهائيا في البيض ديالنا. عاد غادي نضيفوا باقي المكونات اللي غنضيفوها البنات هما كاس ديال الزيت كيف كتشوفوا معايا. غنخلط المكونات البنات مزيان مع بعضياتها حتى تنسجم ليا وغادي نكمل معكم ان شاء الله. ودابا البنات غادي نضيفوا 2 معالق ديال الكاكاو اللي هو مر. ماشي البنات كاكاو الحلول، لا، هذا كاكاو اللي هو مر هو اللي كيعطي المذاق الرائع في الكيكه ديالنا، وحتى اللون كيعطيها البنات اللون اللي حنا كنقلبوا عليه. غادي نخلط المعلقه الاولى، من بعد البنات ملي غتنسجم ليا غادي نضيف المعلقه الثانيه ديالي اللي كنهضر هنايا على المعلقه البنات كبيره ماشي معلقه صغيره. ندير 2 معالق كبار ديال الكاكاو اللي غادي نقصهم البنات كيف غتشوفوا معايا في الدقيق. من بعد البنات ملي تخلط ليا الكاكاو ونسجم ليا عاد غادي نضيف الدقيق ديالي. هنا البنات غادي نضيف دابا الدقيق كيف كتشوفوا كنعبر ديما بكاس ديال العنبه. غادي ندير 2 كيسان قل 2 معالق. هادوك 2 معالق البنات علاش قلت قل 2 معالق هما ديال الكاكاو اللي درنا في الاول. يعني خذوا البنات العبار كيف عطيتو لكم انا بالتدقيق وردوا عليا في التعاليق. هانتوما البنات دابا غادي نخلط الكاس الاول ديال الدقيق، من بعد البنات غادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق اللي غيكون ناقص منه 2 معالق اللي كملتهم بالكاكاو. دائما البنات ما نساش نقول لكم باللي الدقيق خاصك تغربلو ضروري البنات الدقيق كنغربلوه. يعني ولا تقول راه الدقيق ديالي ما فيه والو، ولكن ضروري حيت فاش كتغربلو كيزيد البنات كيعطيك كيكه اللي نتا باغي وكيكه اللي كتجي زوينه البنات. من بعد البنات ما ضفت 2 كيسان ديالي ديال الدقيق اللي ناقص منهم 2 معالق البنات اللي كملناهم كيف قلنا بالكاكاو. غادي نضيف 2 ديال الخمارات البنات هنايا حمرين. ضروري البنات قلنا كنغربلو، ضروري البنات تغربلو حتى الخماره كنغربلوها البنات ضروري تغربلوها. هنا البنات ملي غادي نضيف الخمارات ديالي مع الدقيق غادي نخلط الخليط مزيان حتى ينسجم ليا مع بعضياتو. من بعد البنات ضروري اخر حاجه كنضيفها الكيك ديالي باش يجيني طالع البنات بزاف وكيجي زوين وكيجي كيك اللي هو مهوي البنات. ضروري ما نضيف السر ديال الكيك ديالنا دائما معالقه البنات كبيره ديال الخل.
هذه البنات ضروري ما ديروها. يا البنات كملوا الفيديو، راه هاد الكيكه البنات كتجي اكثر من رائعه. ولو تكونوا البنات ما تصايبوش هاد الكيكه اللي هي طونطونس، غتصايبوا غير هاد الكيكه الاولى اللي هي كيكه الام. انا سميتها بكيكه الام. راها البنات كتجي زوينه بزاف. تسقيوها الفوق بصوص كراميل او تسقيوها البنات بصوص شوكولا، راه كتجي زوينه البنات. نتوما كيف غتشوفوا ملي غطيب البنات كتجي حتى هي كيكه زوينه بزاف البنات. خديت البنات المول اللي غادي نطيب فيه الكيكه ديالي، دهنته بشويه ديال الزيت، رشيته بشويه ديال الدقيق، ورشيته حتى بشويه ديال الكاكاو البنات، باش ما يبقاش غير الدقيق بوحدو البنات في التحت ديال الكيكه، وانما حتى الكاكاو يكون البنات. هنايا ضروري ما كنطلع يدي الفوق، كنعلي يدي الفوق وعاد كنكب الكيكه ديالي. من بعد البنات غندخلها على نار تكون متوسطه ولا مهيله بزاف. كيف كتشوفوا الناس هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. كتجي زوينه بزاف. كيف قلت لكم يمكن لكم غير بحال هكا البنات تقدموها مع صوص كراميل ولا صوص شوكولا، كتجي رائعه. اما البنات حنا دابا غادي نحتاجوها في كيكه طوندونس ديالنا. هانتوما البنات كيفاش كتجي زوينه بزاف. هنا البنات باش غادي نسقي الكيك ديالنا غندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الحليب. الا ما عندكمش كاس ديال العنبه ديال الحليب ديروا بحال اللي درت انا، معلقه كبيره ديال النيدو مع كاس ديال الماء خلطتهم هنا مع بعضياتهم. وغادي نحتاج شويه ديال نسكافي للتنسيم، وضروري من الكاكاو البنات اللون ديال الكيكه، ولا كيف حنايا اصلا دايرين دابا كيكه ديال الكاكاو. هانتوما البنات عندي هنا نيدو خلطته مع كاس ديال الماء، وغادي نضيف ليه تقريبا نص معلقه ديال نسكافي ولا قهوه سريعه الذوبان. غادي نخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الكاكاو المر. من بعد ما قطعت الكيكه ديالي البنات كنحاول هنايا نتكعلاه شويه في المول اللي غادي نخدم به ولا اللي غنقدم فيه الكيكه طوندونس ديالي، وغادي نسقيها البنات بالسقوه اللي كنت خدمت معكم قبيله. كنتمنى البنات الصوت يكون وصل لكم، لان بعض المرات كيمشي ليا الصوت، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم البنات كنسقيو هنا الكيكه ديالنا بالسقوه اللي خدمنا في الاول اللي هي الحليب نيسكافي والكاكاو البنات. ما كاين لا سكر لا والو البنات، راه كتجي زوينه. حيت الكيكه ديالنا خدمنا في الاول خدمناها بكاس ديال السكر، يعني راه فيها السكر ديالها. يعني حنا هنا مبغيناش البنات نكثروا غير من الحلاوه، ولكن المذاق ديال هاد الكيكه راه كيجي اكثر من رائع. بالنسبه لبنات الكريمه ندوزو نخدموها دابا. هنايا انا ديما كنخدم بولالا، كتجيني هي الماركه اللي كتعجبني القوام ديالها وكيعجبني المذاق ديالها. خديت نص سيطرون ديال هولالا. غادي نضيف هنايا نص سيطرون البنات كامل، غادي نخلي منه كاس كيف غادي تشوفوا معايا. يعني غندير نص سيطرون كامل في الكريمه، غنخلي منه غير هاد الكاس البنات. دابا نقول لكم شنو غادي نديرو به. ضروري البنات هنايا كنطلع الكريمه ديالي بالطراب ديال الضو حتى البنات كتطلع ليا الكريمه، عاد كنضيف ليها البنات شي 4 ولا 6 ديال الحبات ديال الشكلاط الابيض البنات. هو اللي كيعطي داك القوام الزوين للكريمه، وحتى المذاق كيزيدها مذاق رائع. ضروري البنات غادي ندوب الشكلاط ديالي الابيض تقريبا البنات شي 2 معالق كبار، يعني اللي غادي نضيف لهاد الكريمه هادي. يعني من بعد ما كندوب الشكلاط ديالي الابيض غادي نضيف منه 2 معالق كبار فقط لهاد الكريمه اللي غيضيفها نكهه خاصه.
ودابا البنات الكريمه ديالي راها واجده، غادا نضيفها فوق الكيك ديالي اللي قطعت وسقيته. هنايا غنحاول نضيفها بشويه بشويه، غنخلي غير شويه حتى البنات نقاد هاد الكريمه هادي فوق الكيكه ديالي مع الضغط البنات. عاد نكمل باقي الكريمه اللي عندي، يعني هاد الكريمه اللي خدمت معاكم البنات راه غنحطها كامله هنايا في هاد المول ديالي. هيا البنات الكريمه من بعد ما قاديناها فوق الكيك ديالنا حطيناها تبرد، وهنا غندوزو البنات نصايبو الكاناش ديالنا اللي غادي نحطوه فوق الكريمه. هنا البنات بالنسبه للكاناش انا نسيت ما وريتكم شنو درت فيه. رانا درت فيه هذاك الكاس ديال الكريمه ديال هولالا اللي كانت بقات ليا في الاول، وضفت عليها 6 ديال الحبات ديال الشكلاط الاسود البنات. هذاك الشكلاط ديال 4 ريال، انا درت 6 ديال الحبات البنات غير على حساب يولي لكم اللون بحال هكا صافي كيكون راه واجد. هنا البنات داك الكراش ديالي غادي نكبو فوق الكيك ديالي فوق الكريمه. من بعد البنات ما بردات ليا الكريمه مزيان، وحتى الصوص ديالي هنايا البنات ولا الكراش ديالي راه برد البنات، ما بقاش سخون كيف الاول، حيت لا بقى البنات سخون ضروري ما غادي يطلع لينا الكريمه الفوق. وبالنسبه للبنات الطبقه الاخيره في هاد الكيكه ديالنا كنحتاجو كونفليكس اولا البنات هاد النوع ديال القمح البنات اللي كيكون رائع. انا بعدا شخصيا كيعجبني بزاف البنات هاد النوع هذا. ما غاليش بزاف، رخيص والمذاق ديالو رائع، والتقرميله اللي فيها البنات زوينه 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 بزاف. هانتوما البنات شي غير القمح من فوق مع شويه ديال السكر، المذاق ديالو زوين زوين بزاف. كندير تقريبا هنا كميه ديال 2 كيسان البنات، وما غنخليش البنات في الطبسيل، غنقلبو في شي اناء البنات اللي غادي يسهل عليا انني البنات نغمسو مزيان ولا نلبسو مزيان بالشوكولا البنات. هانتوما البنات غير تبعوا معايا الطريقه راني خدمتو معاكم البنات بابسط طريقه، وغادي يجيكم البنات هاد الكيك زوين 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 البنات بزاف، حتى تجربوه عاد تردوا عليا ان شاء الله وغتعرفوني علاش كندوي. هانتوما البنات غادي نجيب دابا هذيك الصوص ولا هذاك الكاناش اللي بقى ليا، اللي كان البنات درنا فيه كريم ديال هولالا مع الشكلاط الاسود، هو البنات اللي غادا نضيف هنايا على هاد القرمشه ديالنا ولا الطبقه الاخيره ديالنا البنات. هانتوما البنات انايا هنايا ضفت شويه من داك القمح اللي عندي، وغادي البنات من بعد ما لبستو مزيان بالشكلاط غادي نضيف ليه هنايا البنات غادي نضيف ليه الشكلاط بودره اللي هو مره البنات كنأكد شكلاط مره البنات. عاد نحرك البنات مزيان هنايا حتى كيولي البنات الحبات ديال هاد القمح كل وحده بوحدها، يعني ما كيبقاوش عندنا مجموعين بالكاناش. فاش كيتعزلوا البنات هنا كيكون الطبقه الاخيره ديالنا واجده.
هاد القوام البنات ولا هاد الشكل البنات ديال القمح هو اللي كنهضر لكم عليه، خاصو يكون بحال هكا كل حبه البنات كتعزل بوحدها. دابا غادي نرش هاد الطبقه الاخيره ديالي عشوائيا فوق الكيكه ديالنا ولا فوق الكراش ديالنا البنات. صافي البنات من بعد ما كنرشو، شوفوا البنات كنرشو يعني هذيك الكميه ديال 2 كيسان تقريبا كامله تنحطها هنايا فوق الكيك باش كيعطي المنظر رائع البنات، وحتى المذاق وحتى ديك القرمشه اللي كاينه عندنا في هذا القمح كتجي اكثر من رائعه. ودابا البنات الكيك ديالنا طوندونس راه واجد، يعني البنات بقى ليا غير نقطعو معكم وتشوفوا البنات من الداخل كيف كيجي، اما من برا البنات شوفوا الطبقات كيف كيبانوا البنات مقادين. وحتى المذاق كنتمنى البنات تجربوه وتردوا عليا. المذاق البنات واعر واعر بزاف. يعني البنات ما كنتش كنظن ان هاد الكيكه كتعطي هاد المذاق هذا، حتى جربتها ودقتها البنات ولقيت ان بصح تستاهل تكون طوندونس هاد الاسبوع. شوفوا البنات الطبقات كيفاش تيجيو زوينين البنات، كيجيو طبقات اللي هما باينين. يعني هاد الكيكه ديالنا ما كتاخذش منا البنات وقت كتير، راه بالزربه كتوجد البنات كيف شفتوا، يعني راه غير الكيكه الاولى اللي هي كيكه الام اللي سميتها انا اللي كتحتاج هذيك 20 ولا 30 دقيقه اللي غادي طيب في الفران. اما البنات الكيكه ديالنا طوندونس راها بالزربه كتوجد، ما كتحتاج تعاود تدخل الفران ولا. راه يمكن لكم البنات بلاص ما تصيبوا كيكه كيف درت انا في الاول، انا غير كنبغي الحاجه تكون ديال الدار البنات. يمكن لكم تشريو اي نوع ديال الكيك اولا اي نوع ديال البسكوي وتحطوها البنات هو التحتاني، وعاد كتزيدوا عليه باقي المكونات اللي عطيتكم الكريمه ولا غاناش والطبقات القرمشه. هنا البنات حتى هي غادي تجي ان شاء الله زوينه. غير هي انا كنفضل الناس نخدم الكيكه ديالي من الاول حتى الاخر ديالها في الدار. الفيديو ديال اليوم البنات وصل للنهايه ديالو. كيف ديما ما تنساوش لايك، والناس الجداد اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهاد الكيكه البنات اللي صيفت معكم اليوم هي احسن كيكه غادي تجربوا ان شاء الله وغتجاوبوني بكل افتخار. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.